اما بيجي لي مدير يقول لي انا الفريق بتاعي مش بيسمع كلامي، مش بحس ان انا باخد الاحترام اللي انا استحقه منهم. ببقى عارف ان في اغلب الحالات للاسف ما بتكونش المشكله في الفريق على قد ما بتكون المشكله في تصرفات المدير ده. فانا هقول لك دلوقتي على 3 حاجات تزود مقاومه فريقك قوي ليك، وحلها في معادله اسمها ايكو. اول حاجه، ايه اللي يخلي فريقك يريزست الاوامر بتاعتك وما يحترمكش او ما يسمعش كلامك؟ اول حاجه هي غياب الثقه. وعلشان خاطر تاخد ثقه فريقك لازم تثبت لهم حاجتين موجودين فيك بنفس المقدار ونفس القوة. رقم 1 مهارتك وشطارتك. رقم 2 ان انت مهتم جدا بكل واحد فيهم. رقم 2 ان المدير في اوقات كتيرة جدا بيحسس فريقه ان هم مش مهمين، فبالتالي بيكون رفضهم ليك ولكلامك وتحديك بشكل مباشر هي محاولة منهم لإثبات أهميتهم. رقم 3 ان هم مش بيحسوا بالأمان معاك، بتقاطعهم طول الوقت، بتستغل اخطائهم ضدهم، بتطلب منهم حاجات فوق قدرتهم، بتنسب نجاحهم لنفسك وبتنسب الفشل ليهم، غير اتجاهك باستمرار او بتتهم اي حد منهم اتهامات خاطئة. عشان بقى تعالج كل اللي فات ده افتكر المعادلة دي، معادلة ايكو. اول حاجة الاي فور ايفيدنس. انت لازم تثبت للناس ديت بالكلام وبالفعل ان انت بتسمعهم ومهتم بيهم. تاني نقطة هي الكونسيستنسي، ان انت دايما تكون المدير اللي بينفذ اللي بيقوله. ولكن اسوأ جاب تخسرك فريقك حاجة اسمها ساي دو جاب، يعني انك تقول حاجة وتعمل حاجة تانية. تالت حاجة الاتش فور اونست سبيس، يعني اعتبرها مساحة امنة موجودة ما بينك انت والفريق، بتسمح لهم فيها ان هم يعترضوا عليك، يبدوا رأيهم في حاجة، يتكلموا معاك، يعرضوا عليك متطلباتهم باي شكل. رابع حاجه الاوفر اونر شيب، اكتر حاجه تبني الثقه ما بينك انت وفريقك، ان انت ان عملت حاجه غلط تقول دي مسؤوليتي، ان فريقك عمل حاجه صح تقول ايوه هم اللي عملوها. كالعاده انا مش عايز فيديو يعدي عليك unless ان انت تبدا تطبقه في حياتك بصوره فيري براكتيكال. عشان كده انا متكلم عن كل نقطه دول من التفصيل في البي دي اف. كومنت وهبعت لك الفايل، وما تنساش تعمل فولو.